تعال أقول لك حكاية ياسين البطل الصغير اللي وقف لوحده قدام ذئب بشري. يا جماعة اللي هحكيه دلوقتي النهاردة مش فيلم، دي قصة حقيقية حصلت لطفل اسمه ياسين عنده 6 سنين في مدرسة خاصة في دمنهور، واسمه اتكتب بحروف من ذهب لأنه كان بطل فعلا وقال لأ في وقت الكل كان ساكت فيه. الحكاية بدأت لما مامة ياسين لاحظت تغيرات عليه، بقى مش مرتاح وخايف وبيرجع من المدرسة وهو متضايق. بدأت تقرب منه وتسأله بلطف وقدرت تطمنه لحد ما اعترف بالحقيقة. اللي حصل واحد عنده 78 سنة اسمه صبري بيشتغل مراقب مالي وبيجي يراجع حسابات المدرسة من المطرانية. استغل براءة الطفل ده واعتدى عليه في حمام المدرسة وأوقات تانية في جراج المدرسة، مش مرة بس، ده أكتر من مرة. المصيبة الأكبر إن اللي حواليه كانوا عارفين وساكتين. عاملة النظافة كانت شايفة وثابتة وكمان كانت بتساعده، والولد قال إنها خدت فلوس من الراجل علشان ما تتكلمش، وقالت له ما تخافش ده كان بيديك حقنة ومش هيعمل كده تاني. ومش بس كده، مديرة المدرسة عرفت وسكتت، عملت تحقيق داخلي كأنها بتراضي الأهالي. ولما الشرطة بدأت تتحرك قالت إن الولد مش طبيعي، مع إن الولد كان طبيعي جدا، بس الأم كانت قدها، راحت النيابة وبلغت وواجهت تهديدات ومحاولات علشان يشتروا سكوتها. تخيل حد من المقربين للمتهم عرض عليها تقريبا 250 ألف جنيه وقال لها ابنك هيقعد في المدرسة ببلاش طول عمره بس المقابل سكوتك. بس الأم رفضت وفضلت ورا حق ابنها لحد ما النيابة فتحت القضية من تاني بعد ما كانت حفظتها وقدمت الأدلة حتى التسجيلات اللي فيها تهديدات. القضية دخلت المحكمة وفي أول جلسة القاضي ما رحمش وادى المتهم حكم مؤبد 25 سنة. وياسين دخل المحكمة لابس قناع سبايدر مان، الناس كلها شافته وقالت هو ده البطل الحقيقي. والمجلس القومي للطفولة دخل على الخط وبدأ يقدم له دعم نفسي هو وأسرته علشان يخرج من الصدمة دي. القصة دي مش بس عن جريمة، دي عن شجاعة طفل وقوة الأم وناس حواليهم اختاروا إنهم يسكتوا علشان خاطر الفلوس أو الخوف. النهاردة بنقول لياسين إحنا جنبك وإنك مش لوحدك. وبحب أوجه رسالتي لكل أب وكل أم، حاولوا على قد ما تقدروا إنكم تقربوا من عيالكم وطمنوهم وحسسوهم بإنكم جنبهم وأصحابهم علشان يقدروا يحكوا لكم أي حاجة زي دي حصلت لهم أو هتحصل ليهم. ربنا يحفظهم ويحفظ جميع عيالنا من الذئاب البشرية.